السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما أمرت أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة ترضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيه بها عنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل الشكر للإخوة المسيحيين اللي هنؤونا بمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. برحب بكم في الحلقة الثالثة من برنامج تاج الصحة، ومستمرين في الغوص في أعماق الجسد البشري لنتعرف على الأسرار ونبين عظمة الخالق ونجد حلول للمشاكل التي بلا حل. الموضوع بتاعنا النهاردة يا جماعة هيتكلم عن الأمراض المناعية. الأمراض المناعية اللي هي بتقول إن جهاز المناعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحمينا عن طريق خطأ ما بيتسبب في الضرر للجسم. كلام صعب إن احنا نقبله، بس ما كانش فيه في إيدينا أي حاجة غير إن احنا ندي مثبطات لجهاز المناعة اللي بيحمينا. هنتكلم النهاردة عن الأمراض المناعية، وهنتكلم النهاردة عن السكر من النوع الأول والنوع الثاني. نبدأ كلامنا بقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. برحب بضيفي دكتور علاء الدين محمد اللي دايما مشرفني ومنورني. أهلا دكتور علاء. أهلا بيك دكتور كريم، وأشكرك على الاستضافة لثالث مرة. كل سنة وأنت بخير وكل المسلمين بخير وغير المسلمين. حضرتك بالصحة والسلامة. الله يكرمك. شكرا جدا يا دكتور. قبل ما نبدأ كلامنا عن الأمراض المناعية، عايزين نتكلم الأول عن جهاز المناعة. جهاز المناعة عبارة عن ايه ودوره في جسمنا هو ايه؟ تمام، احنا هنتكلم بس بطريقة بسيطة قوي عشان الناس كلها تفهمنا. جهاز المناعة مناعة وحماية للجسم البشري من اي حاجة خارجة عنه. فهو دوره تقريبا زي تقدر تقول حرس الحدود، جهاز الامن. ده دوره انه بيلف في الجسم كله في كل الانسجة عن طريق الدم عشان يتعرف على اي حاجة غريبة عن نسيجه هو الشخصي. احنا عارفين ان كل واحد ليه بصمه غير الثانيه. تمام. فبرضه زي ما كل واحد له بصمه زي الثانيه، له بصمه وراثيه غير الثاني في الانسجه بتاعته. جهاز المناعه دوره انه يتعرف على الحاجه اللي غريبه عنه دي ويبتدي يتعامل معاها، ان هو يقاومها ويحاربها عشان ما تضرش الجسم. تمام. ده ببساطه يعني جهاز المناعه دوره ان هو بيتعرف على اي ميكروب او اي نسيج غريب داخل الجسم، اي حاجه غريبه عن النسيج، خليه سرطانيه، تركيب النسيج بتاعه هو فيروس او بكتيريا او غيره. بالظبط. جهاز المناعه ينقسم الى قسمين: المناعه الطبيعيه اللي احنا بنورثها، اللي تمام. هي الطبيعيه اللي مخلوقه فينا، بنورثها من الاباء والابناء. ايوه. المناعه الطبيعيه منتشره في الجسم كله. جهاز المناعه ما نقدرش نقول عليه مكان محدد، لا، الجسم كله مناعه. الجلد يعتبر اول خط في المناعه، الاغشيه المخاطيه اللي موجوده جوه الجسم تعتبر مناعه، الحامض المعدي اللي بيقتل البكتيريا اللي بتدخل من الطعام. منطقه التماس بين الجسم والعالم الخارجي كله بيبقى فيها تركيز في الخلايا المناعيه دي، عشان دي اللي بيخش لنا منها الحاجات الغريبه اللي من بره. لا، ونقول سبحان الله غير المناعه الطبيعيه في حاجه اسمها المناعه المكتسبه. تمام. يعني وانت عايش في حياتك بيظهر لك ميكروبات جديده وحاجات جديده، بيظهر مناعه مكتسبه معاها، تتعامل معاها، وبعد ما بتتعامل معاها بتخزنها في خلايا اسمها الميموري سيلز. يعني جهاز المناعه بيفكر وبيكتشف وليه عيون، وبعد ما بيعرف المرض بيخزنه عنده عشان لو جاله مره ثانيه ما يتسببش ضرر. سبحان الخالق هنا بقى. هنا سبحان الخالق هنا الخلايا دي ان هي بيخش لها الميكروب اول مره بتعرفه وتعمل له اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتتنها عايشه في الجسم فتره طويله، غير ان في زي ما انت بتقول في ذاكره متخزنه ان انا ده جالي مره قبل كده، يبقى انا هتعامل معاه على طول، اطلع له اجسام مضاده كتير. لو نقول سبحان الله تاني، في حاجه جوه خلايا المناعه اسمها الترانسكريبشن فاكتورز. دي عوامل اول ما بيبقى في مرض بتطلع اجسام مضاده لحد ما تسيطر على المرض، تعمل اوف، توقف الاجسام المضاده في ميزان. لكن للاسف في الامراض المناعيه ممكن الترانسكريبشن فاكتورز دي تتاثر ويطلع اجسام مضاده زايده عن الحد تهاجم الجسم، او ما يطلعش اجسام مضاده خالص ويسيب الجسم عرضه للميكروبات. هو دايما لما يبقى المصنع شغال بينتج الافات، لازم بتحصل غلطه كده في نسخه او حاجه ثانيه فيسيطر عليها ثاني الجسم. تمام. زي مثلا السرطان، الخلايا السرطانيه بتطلع في جسمنا كل يوم. احنا كل يوم الخلايا كلها بتنقسم وبتتغير وبتجدد. المصنع ده بينتج الاف الملايين من الخلايا كل يوم. وارد ان يطلع واحده او اتنين مش مظبوطين. بس جهاز المناعه ده لما تتفرج عليه يا دكتور علاء تقول سبحان الله سبحان الله بجد. قال تعالى:
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أكيد. في حاجات كتيرة بتحصل في الجسم كل يوم وإحنا مش شايفينها. وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. حرف الفاء ده يدل على السرعة والتعقيب، يعني كل يوم بيحصل جوه جسم حضرتك مرض وربنا سبحانه وتعالى برحمته بيحميك منه. بعض الناس بتقول لك حرف الفاء يعني سرعة وتعقيب، طب ما الناس بتعيش بالأمراض كتير ما بيحصلش شفاء ليه؟ لا، الموضوع التاني ده موضوع تاني. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده قصة وده قصة. في أمراض كل يوم بتحصل جوه الجسم وربنا سبحانه وتعالى برحمته بيشيلها عنا، وجوه الجسم بيحصل حاجات كتيرة احنا مش شايفينها. خلينا نتفرج على روعة جهاز المناعة ودوره في مقاومة الميكروبات كلها من فيروسات وبكتيريا وخلايا سرطانية. خلينا نتفرج على الفيديوهات واحد واحد ونعلق بإذن الله. تمام. شوفوا دي دودة. دي طرق مقاومة الدودة دي الخلايا المناعية بتجري عليها ازاي عشان خاطر تاكلها؟ انت ما بتحسش بالكلام ده، وعشان ربنا رايد لك الرحمة بيخلي الخلايا المناعية تسيطر على المشكلة دي من قبل ما تحس بأي أعراض. فكل يوم انت بتمرض وكل يوم ربنا بيشفيك. سبحان الله الخلايا المناعية بتجري ازاي من كل حتة عشان تلحقك. سبحان الله بجد. شوف الفيديو اللي بعده من فضلك. الأجسام المضادة ماشية في الدم. الخلايا كرات الدم البيضاء. وكرات الدم البيضاء. بيحصل عامل جذب. هنشوف طريقة شغل الأجسام المضادة جوه الجسم اللي هي طريقة عاملة زي القفل والمفتاح. بيتعرف على ميكروب. الميكروب يمسك فيه. وبعدين الأجسام المضادة تبدأ تتحرك وتغير من شكلها على حسب شكل الميكروب عشان تمسكه. الأجسام المضادة جت هي الحرف الواي دي وبدأت تتعرف على الميكروب وتمسكه، وبعدين هتاخده تعمل له فاجوسايتوزيس، تبلعه خالص. واشكالها متغيره مع اشكال الميكروبات. مهما كان الميكروب جسم المناعه بيغير من شكله باستمرار عشان خاطر يشيل الميكروب. عمليه تنقيه مستمره. وشوف الفيديو اللي بعده دي اشكال للفيروسات. ده الشكل السداسي بتاع الفيروس دي ان ايه ومحاط بغلاف بروتيني وبيخترق الخليه في ثواني. ادي جدار الخليه ونشوف الفيروس وهو جاي اخترق جدار الخليه وهو لابس الكوت بتاعه اللي هو الغلاف البروتيني. اقلع الجاكيت بقى، قلع الجاكيت بتاعه اللي هو الغلاف البروتيني، هيبدا يدور على النواه عشان يدخل على الدي ان ايه. فجهاز المناعه بيحاول يتحرك بسرعه قبل ما يدخل على الدي ان ايه بتاعه النواه. اجسام المناعه بدات تحس بيه اهي، الانتي بوديز بدات تتجمع، هتروح عليه عشان خاطر تمسكه وتبدا تبلعه. بيحصل في جسمك كل يوم وانت مش داري باي حاجه. وفي اماكن اهيت عشان خاطر الاجسام المضاده تمسك الفيروس. الاجسام المضاده بتحوم حواليه، هتبدا تتعرف وتغير شكلها عشان تمسك فيه. مسكت فيه تبدا تعمل له ديستروي، تحطمه، عماله تاكل في الفيروس اهي. سبحان الله. عشان بس تعرفوا واذا مرضت